السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مطبخ سمر سموره. ان شاء الله النهارده هنعمل بليله القمح الكامل باللبن. حاجه كده جميله، والولاد طبعا اكيد بيحبوها. انا عن نفسي ولادي بيموتوا فيها، على طول بعملها لهم. بصوا شكلها عامل ازاي. وطبعا عاملينها باسهل طريقه كده، وزي ما بنجيبها من بره بالظبط. بتبقى حلوه جدا للاطفال، مفيده ومغذيه، وحلوه جدا كمان للذكاء للأطفال يعني. تعالي كده نشوف هنعملها ازاي. وقبل ما نروح نشوفها بقى، لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، فضلا وليس أمرا. تعالي يلا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله كده. بصوا معايا كده ربع كيلو من القمح، اللي هي الحباية الكاملة. بصوا بيبقى شكلها عامل كده. القمح ده انا جبته وغسلته ونقعته من بالليل، نقعته حوالي 12 ساعة، ما يقلش عن كده عشان يسهل معاكي عملية السوى بتاعته. بعد ما تنقعيه طبعا هتصفيه من المية وتشطفيه كويس جدا. القمح ده بتروحي عند من عند العطار، يعني بتقولي له عايزه قمح بليله، اللي هو الحبايه الكامله. اهو ده بيبقى شكله. هنعمل ايه بقى؟ حطيت ميه كده على النار تغلي. عندي ميه كده بتغلي على النار، هنزل فيها بالبليله عادي كده، اللي هو القمح بتاعي، وهستنى لما تقلب كده. وبعد كده هبدا ان انا هوطي عليها النار خالص، هتغلي كده وايه وارجع له. هي كده بدأت اهي ان هي تغلي. اي رغاوي طبعا هتطلعها كده. انا ايه هشيلها كده بالمعلقه عشان ما تخليش يعني البليله بتاعتي يبقى لونها غامق ولا حاجه. هشيل كده الرغاوي كده. البليله بعد ما بدأت ان هي تغلي، انا جبت معلقه كده، معلقه كبيره من الرز وغسلتها. هحطها بقى عليها. ده ربع كيلو من البليله. ربع كيلو بياخد معلقه واحده من الرز تكون مليانه. طبعا هو انتوا شفتوه ان هو زايد كده عشان انا نقعاه طبعا، لكن هو لو مش منقوع هيبقوا حبه قليلين، بتبقى حوالي كوبايه يعني. هنزل بقى عليها الرز كده، وهوطي عليها بقى النار خالص، وهسيبها لحد ما تستوي براحتها. انا بحبها بتكون الحبايه بتاعت البليله بتبقى مهريه خالص كده، فبتبقى طعمها جميل يعني. هوطي عليها وهقول لكم هتاخد وقت قد ايه بالظبط. كل ما فتره النقع بتاعتها هتبقى كبيره، كل ما هتستوي معاكي بسرعه. انا دي نقعاها حوالي 12 ساعه، يعني نقعاها من بالليل. عملتها حوالي بعد العصر كده او حاجه. كده البليله بتاعتنا خلاص اهي استوت وبقت بالشكل ده. اللي تمسكي الحبايه كده تلاقيها بتتهري يعني في ايديكي كده، او بتتفعص كده بسهوله، تبقى خلاص كده استوت. طب انا عايزاها مش عايزه هاكلها بلبن، وعايزاها تبقى لونها زي البليله اللي بنجيبها من الراجل. هحط معلقه صغيره من النشا على نص كوبايه من الميه، وهحطها عليها اهي كده. نص كوبايه اهي من الميه، حطيت عليها معلقه صغيره من النشا، وهزودها عليها. هتديني نفس القوام بتاع البليله اللي احنا بنجيبها من الراجل، وهتبقى برضو نفس اللون اللي هو الايه، الابيض ده. بصوا اول ما حطيت النشا القوام بتاعها اختلف ازاي. انا دلوقتي هطفي عليها خلاص النار، هستنى بس لما تغلي كده. كده خلاص اهي هي غليت معايا. انا هطفي عليها البوتاجاز. مش حابه انك تحطي معلقه النشا، طبعا ما تحطهاش، بس هي هتبقى حلوه جدا لو عندك اطفال رضع وحابه تاخدي الميه دي وتشربها لها يعني في الببرونه، بتبقى حلوه جدا ومغذيه. فلو حابه يعني تحطي النشا حطيه، مش حابه خلاص. هي كده كده هتتقل يعني، انت لو سبتيها في التلاجة عندك هتتقل. هسيبها بقى دلوقتي، انا هغطي عليها وهسيبها لحد ما البليله بتاعتي كده تفشر، يعني الحبايه كده تفتح معايا. هغطيها واسيبها، هي هتفشر، هتاخد لها حوالي نص ساعه. هي خدت بالظبط عشان تستوي خدت ساعه وربع. هسيبها كمان بقى نص ساعه، بس بعد ما طفيت عليها طبعا النار، وبعد كده نرجع نشوف شكلها يبقى عامل ازاي. وده كده شكل البليله بتاعتنا اهي بعد ما فشرت. ده كده بيبقى شكلها كده، هي جاهزه للتقديم. حابه بقى انك تفرزيها كده في الفريزر، ممكن تحطيها في اكياس اللي هي الاكياس البلاستيك، وتحطيها على الفريزر على طول بس بعد ما تبرد. تعالوا بقى كده نقدمها ونحط عليها اللبن. كده البليله خلاص انا حطيتها في الحاجه اللي هقدم فيها، وجبت لبن كده حليته.
التحلية طبعا حسب الرغبة. وهزودها كده باللبن. حابة طبعا اللبن يبقى زيادة براحتك، هقلبها كده اهو. كده قلبتها اهو، بقت بالشكل ده. عندك بقى مكسرات حابة تحطيها حطيها. انا عندي زبيب هحط عليها كده شوية زبيب كده. طبعا تبقى مغذية جدا الزبيب والمكسرات، فهتبقى حلوة جدا. وبكده البليلة بتاعتنا جاهزت معانا اهي. جربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.